حاجات لو عملتهم مديرك هيترعب منك ويعمل لك 1000 حساب. اكشن. ازاي كله بونو بونو. فرق كبير بين مدير يشغلك وبين مدير يقول لنفسه الواد ده مرعب بيشتغل صح وبيفهم اكتر من اللازم. لو عايز توصل للحته دي ركز في ال7 حاجات دول. اول حاجه تبقى دايما سابق بخطوه. قبل ما يطلب تقرير مثلا لازم يبقى وصل. قبل ما يقول ايه اخبار كذا تكون عملته وسايبه على المكتب. يسبق توقعات مديره. المدير بيرفع عنه كل الحدود. تاني حاجه تفهم رؤيته وتنفذ بشكل احسن. عارف هو بيفكر في ايه وتروح تعمل اللي في دماغه زياده. ساعتها مش هيديك تعليمات، ده هيقعد يستفيد منك. تالت حاجه يكون عندك راي شخصي. مش بتقول حاضر على طول ولا بتعترض لمجرد الاعتراض. بتقول له رايك وتدافع عنه. هتكسب احترام مديرك حتى لو اختلف معاك. رابع حاجه تكون مصدر حلول مش مشاكل. كل ما تقرب من المشروع بتفك عقدك. كل ما تبعد الدنيا بتتعقد. ساعتها المدير بيبقى محتاجك اكتر ما انت محتاجه. خامس حاجه الناس تحترمك جوه وبره الفريق. زمايلك شايفينك قيمه. العميل يحترمك. كله بيثق فيك. المدير عمره ما هيجازف انه يخسرك. سادس حاجه بتعرف تقول لا المحترفين. مش عشان تعلي عليه بس لما يكون الطلب اللي المدير طلبه منك غلط بتوضح وجهه نظرك بمنتهى الذوق. بتبررها عشان انت شخص خبير مش شخص بتعترض على الفاضي. سابع واخر حاجه بتطور من نفسك من غير ما حد يطلب منك او يقول لك. بتقرا كتير بتجرب وبتشوف حاجات جديده. اللي بيعرف اكتر بيثبت في مكانه اكتر. مش الهدف من الكلام ده انك تخوف مديرك منك بس لما يعرف انك واعي وفاهم وسابق وراسي هيخليك في حته تانية وهيتعامل معاك كشخص محترف مش موظف عادي محتاج تدريب وتوجيه كل شويه. كده اكون علمتك ازاي تمسك مفاتيح مديرك. احفظ الفيديو عشان ترجع له كل شويه وبس كده.